السوداني يوجه دعوة للعالم بشأن غزة. السوداني يرفض استقالة 3 وزراء مقربين من الحلبوسي. تفاصيل لقاء السوداني والسفيرة الأمريكية. مجلس النواب ينتخب رئيساً له الأربعاء المقبل. مختص يرد على شبهة الحلبوسي بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية تجاه البرلمان. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق. السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم أخبار. قبل البدء لا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل لكم جديد الأخبار العاجلة والحصرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. تحية طيبة لكم متابعين الكرام، وإليكم نشرة الأخبار بالتفصيل. السوداني يوجه دعوة للعالم بشأن غزة. اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الاثنين أن ما يحدث لأطفال غزة يستدعي وقوف العالم أجمع لإيقاف هذه الانتهاكات، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي. وقال السوداني في تغريدة: إنه في يوم الطفل العالمي نؤكد ما جاء في برنامجنا الحكومي الذي وضع الاهتمام بالطفولة على رأس أولوياته في حقهم بالعيش الأمن والصحة المستدامة والتعليم. وأضاف أنه لا ننسى بهذا اليوم ما يتعرض له أطفال غزة من تجاوزات صارخة على طفولتهم وإنسانيتهم، ما يستدعي تدخل العالم أجمع لوقف هذه الانتهاكات. السوداني يرفض استقالة 3 وزراء مقربين من الحلبوسي. رفض رئيس مجلس الوزراء الاثنين استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة. وقال العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان إنه تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع توجه الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية. فقد رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة. وأضاف العوادي: وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية خدمة لأبناء شعبنا الحبيب. وفي 14 من تشرين الثاني الجاري قدم وزراء التخطيط والصناعة والثقافة استقالاتهم، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب. تفاصيل لقاء السوداني والسفيرة الأمريكية. بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني مساء الاثنين مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء إن اللقاء بحث علاقات التعاون بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية، إذ ستجرى مناقشة عدد من المحاور في الاجتماع الذي سيعقده الطرفان الأسبوع المقبل. وأضاف البيان إن اللقاء تناول الأحداث المأساوية التي تجري في غزة وما تشهده من جرائم إبادة جماعية تستهدف المدنيين الأبرياء من قبل سلطات الاحتلال، مشيراً إلى حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين وتفاقم الوضع الإنساني. وأكد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إيقاف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وفتح الممرات الآمنة والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين، فضلاً عن ضمان حقوق الفلسطينيين في العيش الكريم والآمن. كما أشار السوداني إلى التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك حماية المستشارين الأمنيين ضمن بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش،
مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية. مجلس النواب ينتخب رئيساً له الأربعاء المقبل. أعلن مجلس النواب عن انتخاب بديل عن محمد الحلبوسي في جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل. كما تضمن جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية البرلمانية التصويت على مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات بغية تمديد صلاحيتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل، حيث أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في الثلاثاء الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب العراقي. مختص يرد على شبهة الحلبوسي بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية تجاه البرلمان. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق. بلغت أسعار بيع الدولار بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد 159.4 لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157.4 لكل 100 دولار. ومنذ أكثر من 8 أشهر، وتحديداً منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي سويفت، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقراراً رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية. وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1300 دينار لكل دولار، وبيعه ب 1310 دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع ب 1320 دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة عن طريق زر الاشتراك أسفل الفيديو.